احنا كده مواجهين وباصين بوشنا ناحية الشمس، يبقى احنا باصين برضو ناحية الشرق. طيب طالما احنا باصين قدامنا على الشمس وهي بتشرق، يبقى ده الشرق. يبقى ورانا يعني ناحية ظهرنا اللي ايه عكس الشرق اللي هو الايه الغرب، لان الشمس بتغرب من ورا ظهرنا. ازاي؟ الشمس اول حاجة بتطلع من قدام وشنا، وتفضل تطلع 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 لحد ما تبقى فوق راسنا بالظبط، وده بيبقى وقت الظهر او وقت الظهيرة زي ما احنا بنقول. الشمس لما تبقى فوق راسنا بالظبط وبتبقى حامية جدا، محدش بيقدر ان هو يمشي فيها، لان بيبقى طبعا الحرارة بتاعتها قوية، بتبقى فوق راسنا في وقت الظهر. تبدأ حبة حبة، كل ما الوقت يعدي تنزل تاني علشان تغرب. تيجي كده على بعد العصر تبدأ تنزل تاني على ايه ناحية ورا ظهرنا بالظبط، بتبدأ ان هي تغرب. لما توصل لوقت المغرب اللي احنا بنقول عليه المغرب، يعني مغرب الشمس، يعني وقت الغروب، بتبقى ورا ظهرنا. يبقى دي اتجاه الايه اتجاه الغرب. يبقى احنا كده حددنا الشرق، الشمس وهي بتطلع قدام وشنا ده الشرق. اما الغرب هو فين؟ في ظهرنا في الخلف. هي بتطلع كده اتفقنا لحد ما توصل فوق راسنا، تمام، وبعدين تبدأ تنزل تاني لحد ما تبقى فين؟ ورا ظهرنا اللي هو وهي بتغرب يعني الغرب. يبقى احنا كده حددنا الشرق وحددنا الغرب. نحدد الشمال والجنوب ازاي؟ سهلة جدا. هنفتح ايدينا الاتنين واحنا واقفين من غير ما نتحرك. الايد الشمال هتبقى ناحية الشمال، الشمال. يبقى الايد الشمال هي اللي ناحية الشمال، وخلاص. الايد اليمين بقى هي اللي متبقية هي ناحية الجنوب. يبقى احنا كده الشمس وهي بتطلع قدامنا ده ناحية الشرق، يبقى ظهرنا ناحية الغرب لانها بتغرب من ورانا، هتطلع كده وهتنزل تاني ورانا يبقى الغرب. ايدينا الشمال هي ناحية الشمال، وايدينا اليمين هي هتبقى الجنوب. يبقى احنا كده حددنا مع بعض، اتعلمنا ازاي بنحدد الاربع الاتجاهات الاصلية، الشمال والجنوب والشرق والغرب. ندخل بقى على